نفسه لازم يكون واخد قرار. اللي هيمد ايده عليا هقطعها له. حد ياكل بصل بالليل؟ انت متجوزني عشان كده بس؟ متجوزك عشان كده بس؟ امال متجوزك عشان العب معاك طاوله؟ كل ما بشوفك بفتكر هم عملوا فيك ايه. عارفين بقى ايه اكتر حاجه محتاجاها اي بنت من الراجل؟ الامان. وانا ما بقتش حاسه بيها. انا كل يوم بركب اتوبيس وكل يوم بيحصل لي زفت. عايزين نبقى عاقله ازاي؟ اللي يعمل كده في واحده يستاهل. ردي عليا قولي لي يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ يستاهلوا. هو تناول الإعلام طبعا للتحرش مش ظاهرة جديدة، تناول الإعلام ده موجود من زمان، بس اللي حاصل دلوقتي إن الإعلام بقى موجود في كل حتة، بقى بنلاقي على الإنترنت إعلام، بقينا بنلاقي قنوات كتيرة تلفزيونية، لكن إحنا لو رجعنا لأفلام الثمانينات اللي هي كانت المنفذ الوحيد للشعب المصري، كان ممكن نلاقي عادل إمام الشاب الظريف الفقير اللي ممكن يروح يعمل حاجات كتيرة مع البنات، وده المفروض إن هو كده شاطر أو هو كده صايع، وهو ده الموديل اللي كان بطل في الفترة دي. اللي حصل إن هو تراكم نفس الموضوع ده ما كانش ابتدى او اختفى، الموضوع ده موجود بس كان على سكيل او على نطاق اقل بكتير في الفترات اللي قبل كده. انا شايف ان السينما والميديا بيتناولوا الموضوع على انه ماده اعلاميه عليها ترافيك، لان هي موجوده في المجتمع وبتطرح وبنتكلم فيها، بس مش شايف حد بيعرض حلول، لان تاني الحل مش احنا لوحدينا او حد لوحده او الميديا لوحدها، لا ده حل لازم طرفين يشتغلوا مع بعض. طبعا احنا كمصريين اكتر حاجه بنعملها في حياتنا ان احنا نقلد. اول ما بنشوف حاجه بنقلدها، فما بالنا بقى ان احنا شايفين حاجه طالعه على التلفزيون او طالعه في السينما يعني، فيبقى هو ده الصح. لما نشوف على السينما ممثل طالع ان هو متحرش او ان هو بيعاكس او ان هو مفيش واحده بتعدي من تحت ايديه من غير ما يبص لها ولا يقول لها كلمه يهينها بيها، ويبقوا مفيش اي حد بياخد اي اكشن في الموضوع، طبعا الناس بتنزل بتبقى عايزه تقلد الموضوع ده. طبعا الفن ليه تأثير كبير جدا على المجتمعات وعلى المجتمع المصري بشكل خاص. طبعا احنا عارفين ان السينما ممكن تأثر سواء بالإيجاب أو بالسلب. للأسف الفترة الأخيرة الرقابة بتكاد بتنعدم في السينما، فبالتالي مثلا منتج زي السبكي زي ما انت قلت من شويه خلاص ما فيش حد بيعمل رقابه على الافلام بتاعته، فبالتالي بينزل بيعرض الفيلم بتاعه بوجهه نظره هو اللي هو شايفها، وللاسف هي وجهه نظر سلبيه وخاطئه جدا بتاثر على المجتمع. زي مثلا مش هنروح بعيد فيلم مثلا عبده موته. انا شايفه ان مش كل الافلام طبعا يعني ده في افلام بتزود الموضوع ده اكتر، وفي افلام بتحاول ان هي تعالج، بس ده مش الحل الوحيد. هو طبعا الميديا ليها دور كبير جدا في الموضوع ده، بمجرد الكلام المذيعين ان هم يعني يتكلموا في المواضيع دي، الافلام برضو تتكلم في المواضيع دي، بس برضو انا مش شايفه ان ده حل جامد. يعني بيبقوا شايفين ان مفيش حاجه عيب، ما هو طالع على السينما ومطلعينه لينا، بدليل ان انا شفت في الفتره الاخيره الافلام اللي كانت بتنزل في السينما كنت بشوفها بالظبط هي بتحصل في الشارع، زي ما ببقى يعني انا ما بتفرجتش غالبا، ما بدخلش سينما الانواع دي اكيد يعني، بس زي ما كنت بشوف او بسمع بالظبط هو اللي بنشوفه في الشارع، نفس قصه الشعر، نفس طريقه الكلام، نفس الحركات، كل حاجه بتتكرر تاني. التحرش برضه ظاهرة التحرش ظهرت كتير في الافلام، سواء كانت معاكسات او كانت تحرشات لفظيه. الناس بقوا شايفين دي حاجه عاديه جدا، فخلاص بالتالي بقوا بينزلوا بيتحرشوا في الشارع، وكمان علشان ما بقاش فيه ردع، يعني بمعنى ان ما فيش قانون، او لو القانون حتى موجود ما فيش حد بيطبق القانون ده للاسف، فبالتالي الناس خلاص بقت بتستسهل موضوع التحرش دوت. فيعني احنا بنتمنى الفتره الجايه ان الافلام فعلا يكون فيها رقابه اكتر من كده، وان السبكي يبتدي يهتم بافلام الفتره الجايه يكون فيها رساله اقوى، ما يحاولش بقى ان هو يهتم بكاتيجوري معين، وما يحاولش يهتم بان هو ينشر ظاهره التحرش والعري والكلام ده كله. الاعلام تناول ده زي كل الظواهر اللي موجوده، زي ما شفنا حملات اكتر على تبرع، حملات اكتر على مخدرات، حملات اكتر على مستشفيات، كل الكلام ده ظهر بزياده، بس ده مش بس بظهور الظاهره دي، لكن بظهور او وجود تشانلز اكتر للاعلام. فالتحرش موجود، او الفكر ان احنا ممكن نعمل حاجه ضد الانثى او ضد شريك او ضد شخص ما معانا كانت موجوده، بس الاعلام ما كانش حاطط عليها سبوت، لان الاعلام دلوقتي بيدور على اي حاجه، اللي بيلحق الخبر هو اللي بيكسب في حاجات، فكله عايز ياخد حته من التورته اللي هي بتواجه اي مشكله على او بتواجه اي ضوء على مشكله معينه في المجتمع، بس الاسباب تجاريه مش لاسباب جذريه تواجه بيها المشكله. هي زي ما انا قلت الحكومه هتفعل حاجات القوانين اللي هي موجوده اوريدي، او تعمل قوانين جديده
بس حتى لما تعمل قوانين جديده لازم تبقى معمول بيها، يعني تطبق، فيبقى في رادع من ناحيه الحكومه، واحنا كمجتمع لازم نبين رفضنا للمشكله ديت، ولازم نبقى عارفينها كويس قوي، ولازم نقف ما نبقاش طرف محايد، لازم نبقى طرف في القضيه، لازم نحل المشكله ديت ابتداء من المدرسه، الجامعه، الشغل، كل الناس تبقى عارفه ان بيهيفير زي دوت هيبقى مش مقبول اجتماعيا وثقافيا وتربويا.